ورحمة وبركاته السادة المتابعين. مع عبد أسامة الزيات. مرحب بحضراتكم جميعا من داخل مدينة دمياط. الشاطر أو الصادق يا جماعة اللي يوفر لحضراتكم منتج بسعره الحقيقي في فئاته وفي تشطيبه وفي خاماته وفي سعره. الصالون اللي هتتفرجوا عليه في الفيديو ده سعره 39,000 جنيه و500 من داخل مدينة دمياط، وببيعه عن طريق الأونلاين لكل مكان في الدنيا. ولو عايز تشرفني تعاينوا على الطبيعة أنا تحت أمرك. الموديل ده بقى اي سعر هتسمعه فيه لك الحريه. ده الفئه الاولى، اقسم بالله لا اله الا الله الشغل ده بيتصدر اوروبا وامريكا، مش هقول الدول العربيه بس، والله خط الانتاج ده بيتصدر لغايه اوروبا ولغايه امريكا. انا ببيع بقى الصالون ده ب 39,000 جنيه، والناس اللي قاعده تقول لي ما تحطش اسعار، انا يا سعاده الباشا ببيع الصالون ده ب 39,000 جنيه. وريني قوتك وحط منتجاتك بنفس اسعارنا وخلي الناس كلها تستفاد. انتوا بتقولوا 44 و48 و52 و58 وبراندات كبيره بره دمياط برضه حتى الاسعار دي وسايقين الهبل. احنا يا عم الناس تعبانين، الناس سواء العريس اللي بيشتري هو تعبان وجايب فلوسه بالعافيه، والناس برضه في دمياط تعبانين مش عايزين يعملوا صالون ولا اتنين في الشهر، عايزين نرجع نعمل 150 و200 صالون في الشهر. الساده المتابعين الافاضل الاعزاء، الصالون اللي قدام حضرتك ده تقدر تشتريه من عندي ولكن بجوده فئه اولى. تجيب معاك 300 نجار من خشب لدهان لرخامه لقماشه لاسفنج لتشطيب لحفر على الاخشاب. سعره 39,000 جنيه و500، والقطع الاضافيه بتاعته تحفه 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 تحفه. وانت حضرتك كعميل تقدر تختار اللون اللي يناسبك. احنا عاملينه في اللي قدام حضرتك كنبه كبيره الزيتي الملكي، براند مسمعه بقالها شويه في السوق. الكنبه الصغيره ابيض مكسور او اوف وايت مكسور على الابيض، من قماش لفتيل لتفاصيل الخشب. يا شريف حاول تجيب لهم بالله عليك تفاصيله لكنبه تحفه، المخادع تحفه، الحفر تحفه، للون شامبين تحفه، لاكسوديه تحفه، لكوشنز ممتازه. بقيم الصالون ده من اعلى فئات الصالون في مدينه دمياط في مايو 24. ترابيزته تحفه بالرخام المستورد اللي عليها، برضو شيك قوي، متقسمه كده 3 قطع وتحس ان ليها 6 رجل او هي فعليا ب6 رجل، فشيك جدا، حاجه فئه اولى. والله يا جماعه 39,500. انتوا صوروه من عندي واسالوا عليه في السوق، وركز في الفوتيه برضه وتفاصيله. ايه الخدمات اللي بقدمها؟ انا راجل من مدينه دمياط بتاع تسويق، وكنت فارش في موبيليا في اسكندريه شويه وفارش في دمياط شويه، والدي بتاع موبيليا وجدي بتاع موبيليا. فكرت في قناة تضم ناس كتير جدا من دمياط، ونحاول كل واحد شاطر في حاجة نعرضها بسعرها الحقيقي أو السعر المناسب. الكنبة الإضافية بالله عليك يا شريف متقسمة، مش عارف أقول عليها شازلونج ولا أقول عليها بانكيت ولا شيفيز. الكنبة دي يا شريف بالله عليك عشان يبقى الصوت مع الصورة بس، ما أنا عارف إن عينيك بس عشان يبقى الصوت مع الصورة. الكنبة مختلفة قوي، تحس إن هي شيك كده في نفسها. طبعا ده ظهرها، بعد ما تشوفوا ظهرها يجيب لكم وشها وانتوا بتعيدوا النظر على الصالون. يا الساده المتابعين، اتحرك معاك بنفسي داخل مدينه دمياط ما بين 110 معرض ومصنع وتاجر ونجار. بنعمل شغل عموله للفئه السعريه غير 39,000 جنيه زي الصالون ده بالظبط. بس لو حضرتك بتحب الحفر اكتر والهدوء اكتر والحاجه رايحه للذوق العربي اكتر، هيعجبك الصالون ده في المودرنات وفي النيو كلاسيك، سواء بتحبه كده او بتحب الذوق النيو كلاسيك. اما الصالون ده شبه الشغل الانجليزي بتاع زمان، حاجه فيها رقي وفيها حداثه 2024، وبرضه سعره 39,000 جنيه. لو اول مره تشوفني حط متابعه، حط سبسكرايب، وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جوه قلبك وفي التعليقات، وتعالى افرجك 39,000 جنيه ازاي بيجيبوا لك صالون فئه اولى من داخل مدينه دمياط في ترندات 2024 وبعد نزول الاسعار وبعد ما الدنيا بدات تظبط. ازاي حضرتك تعرف ان الصالون اللي قدامك فئه اولى؟ وده اهم ما انا اقعد اغني لك واقول لك شعر في الموديل اللي قدامك. الفئه الاولى يا جماعه دايما بيكون الحفر على الخشب فيها انعم، كل ما بيكون ناعم كل ما بيكون دي حرفيه اكتر وده تكلفه اكتر. الخشب كل ما يكون رفيع، الخشب نفسه او الكتل الخشبيه كل ما بتبقى حجمها صغير، يعني دي مثلا 3 في 3 او 3 في 3 ونص. هنا بنقول ان الخشبه دي زان اعلى او فئه احمر اعلى، او الفئه ما ينفعش تعمل بياض ولا زان ابيض ولا الكلام ده، عشان لو جينا نحفر فيها الحفر ده
انا بشرح لكم يا جماعه، انا راجل بسيط زيكم وبتكلم بالطريقه البلدي البسيطه. فتيل زي اللي حضرتك شايفه ده في وش الشلته، اولا انت مش هتشوفه في صالون تحت ال 45 او ال 47 اللي هي المنتجات دي، بس بتحط لها سبونسر كويس وبراند كويس. كل ما يكون الشغل فيه عبوات تمشي ايدك تحس ان هو مخدوم مليان بضاعه، فهنا الشغل فيها اولى. الاسفنج قلت كتير قبل كده في فيديوهات، اخبط عليه كله كده وادوس بتقل مش مردوده ايه، لكن امشي ايدي كده لو لقيت ان تحت ايدي الاسفنج نفسه ما ادانيش مكان الصدمه، يبقى هنا كثافه الاسفنج عاليه او محترمه. الشغل اللي قدامكم ده يا جماعه والله بيتصدر بره مصر، مش بس في الدول العربيه، بل بالعكس بيروح اوروبا وامريكا. ومهما حضرتك هتلف وتدور على منتجات، دي منتجات في الفئة الأولى حرفيا، نفس الشغل مثلا بنحبه في بيوتنا. الاتنين شيفيز بتوع الصالون ده ممتازين جدا، أو القطع الإضافية بتاعت الصالون ده الاتنين شيفيز بتستفادوا منهم، معمولين بنظام دوران كده مع نفس الحفر بتاع الصالون. بنقيم الصالون ده تقييم محترم، والاتنين فوتيه بتوعه نفس الاباسيون بتاع زمان، اللي كان برضو شغل التصدير، نفس الدورانات ونفس الحفر، ولكن بالحداثة. يعني ايه الحداثة؟ يعني القاعدة الفوطة دي براند بقالها يمكن سنة في السوق، مش أكتر من سنة. القماشة المطرزة التطريز العالي ده قماش طبعا مستورد، بس ذوقه من ايام والدتنا او من سنين، مش بتبطل ومش موضتها بتروح. كمان من ضمن الحداثه الكرمه اللي معموله في ظهر الفوتيه او الكابوتونيه ده، برضه بيكون عايز حرفيه اكتر. ترابيزه الصالون ممتازه جدا جدا جدا، وده اول صالون في الفيديو ده وسعره 39,000 جنيه. هنسيب الزيتي ده اخر حاجه، وتعالوا نشوف الصالون ده ونشوف فوتيهاته وازاي نشوفه. هو هدوء وجميل، وليه انا قلت عليه ذوق انجليزي؟ دايما الانجليز بيحبوا البساطه في الاشياء، لذلك الشغل كان بيصدر لهم زمان كان قريب من الموديلات دي، فعشان كده انا قلت عليه ذوق انجليزي. معموله الكنبه الكبيره من اللون الفاتح جدا مع نفس الفتيل، ده شغل خط انتاج واحد. واللون هنا انا برضو مش قادر اقيمه، هل هو في زيتي او في ذهبي او في ابيض، ما اعرفش، لكن انا قدامي منتج جميل جدا، برضه حفر على اخشابه عالي وممتاز وشغل فيها اولى. وانا قلت يعني الشغل ده يا جماعه بيعرض نفسه، وباكد عليكم مره واتنين، صوروا منتجاتي. انا بقول في الصالون ده 39,000 جنيه، صوروا وشوفوا مثلا براندات عاليه او ناس بتقول في سعره كام. الاتنين فوتيه تحفه قوي قوي، بس هو الشريف سايبهم في اخر الفيديو كده، خلي الناس تمتع عينيها. ما تعرفش انت قدامك شيء جميل وشيء قيم، هو براند 2024. كمان الترابيزه بتاعته تحفه جدا جدا، تقدروا تميزوا هل الشغل ده قيم بدرجه قد ايه. البنكيت بتاعه تحفه قوي قوي برضه، وفي هدوء الانجليز كده، وفي الذوق الانجليزي بتاع زمان. كان هو بالظبط، انا حاسس ان الصالون ده فكره قديمه ومواد تصنيعه. انت جبت لهم منظر الكاميرا من هنا كده يا شريف، منظر الكنبه دي تحفه 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 تحفه، ربنا يحسن سوقه. نحاول نوريكم يا جماعه الاسعار الحقيقيه لمنتجاتنا في مدينه دمياط. برضو الاتنين فوتيه دول من الحاجات اللي عجباني. اصلا انا كعبده والدي الله يرحمه ويديكم جميع العمر كان يعني بيحب الصالونات، فانا برضو بحب الصالونات، واقف امتع عينيا. الصالون رقم 3 في الفيديو، تعالوا نبص عليه مع بعض هتحبوه. انا برضو حبيته، قيمته تقييم عالي. المكان هنا كله جميل، ونفسي هعمل لكم فيديو فيه 10 صالونات و12 صالون ان شاء الله بقى بعد اجازه عيد الاضحى. ان شاء الله هنعيد الحاجات دي ونعمل لكم فيديوهات تانية كبيره. الصالون اللي قدام سعادتك ده برضه سعره 39,000 جنيه، عشان نكون موحدين السعر للناس اللي عايزه في الفئه تحت ال40، هيناسبهم جدا جدا المنتجات دي. ولو كان السعر بالنسبه لحضرتك غالي، قبل ما تقول لي غالي اسال في اماكن تانية، وحضرتك هتعرف تقيم المنتج وتقدر تتعلم وتعرف تقيم مين بيبيع لك اغلى ومين بيبيع اقل. بسرعه بسرعه، وحضرتك بتتفرج على بقيه الصالون، بنقدم منتجات كتيره من داخل مدينه دمياط. بنعمل الشغل العموله، اي موديل في الدنيا تبعت لنا صوره بنعمله بمستوى سعري يناسبك، مش المستوى السعري اللي يناسبنا. اما ازاي بتشتري منتجاتنا؟ بتقدر تشتري منتجاتنا عن طريق طبعا رقم واحد، وهو الاولى، تزورنا في مدينه دمياط، بتحرك معاك بنفسي ما بين 110 معرض ومصنع، او بتحجز المنتج اللي عاجبك عن طريق حساب
تحفه. بنجدد عفش البيت وبنبدل لك كمان عفش البيت القديم، بنحاول ندلك على ناس تشتريه. بس صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قلبك في التعليقات، ادعمنا عشان تشجعنا وننجح مع بعض. الصالون الاولاني سوبر الترا لوكس، حاجه فوق الممتازه. بص على تفاصيله بهدوء، وبص على تشطيبه بهدوء، وبص على البلاسيه. انا دايما يا جماعه بقول في الفيديوهات حاجات بسيطه قوي بتلمحها العين، العين بتلمحها، بتقدر تعرف المنتج ده فئته ايه، او مصنع من ايه. مفيش كوشنز هنا في المكان معمول بطريقه عشوائيه، او بطريقه بلدي، او بطريقه مش شيك، او ما عندهمش حاجه بالصدفه. المكان ده يا جماعه اول مره اجي عندهم، واول مره اصور عندهم، ومش من عادتنا ان احنا مش فكره ما بنقولش اسماء. الناس دي لو قلنا اساميهم يتضروا، لانه بيدوا براندات كبيره في الدوله وفي المعارض الكبيره، فمش مش بنحب نقول برضو اسمهم. الموديل اللي قدام حضرتك ده هتسمع فيه ارقام فلكيه اليوم في ابريل 24، سهل جدا هتسمع فيه فوق ال 50,000 وفوق ال 49,000 وفوق ال 48,000. هو ده سعره الطبيعي، لكن احنا بنقول مبادرة تعالى دمياط وبنحاول نشجع دمياط. السعر ده يا جماعة سعره 42,000 جنيه و500، لا يشمل شحن أو تطليع. 42,500. بفكركم بالكلام اللي أنا قلته في أول الفيديو، ما تشتريش من عندي مباشر تكون غلطان. صور الكنبة الكبيرة قدام حضرتك، الكنبة الصغيرة كمان أهي، وتكون عارف بقى التفاصيل. حاول تجيب لهم الجنب ده يا أستاذ شريف، حاجات بسيطة بتميز يا جماعة الشغل. أنا بقول لسعادتك صور الشغل بتاعي من مبادرة تعالى دمياط، واسأل عليه في السوق، واعرف قيمته في السوق، وبعد كده أنت هتعرف هتشتري موبيليا من عند مين. بقول لسعادتك الصالون ده في إبريل 24 قطعة أخيرة عندي بسعر 42,000 جنيه و500. الفوتيه بتاعه تحفة قوي. كنا عرضنا حاجات متشابهة. الذوق ده يا جماعة بيبقى شبه الذوق الفرنساوي بتاع زمان اللي اتربينا عليه. طبعا نادرا لما ما بشرحش خامات، لان الشغل باين ان هو فعلا A1 حرفيا، من دهان لشريط تنجيد لحتى الاكسوديه اللي داخل. طبعا فكره البوكيه دي احنا عارفين ان هي مستورد. كنا قلنا لما نحس بالتطريزه تحت ايدينا نعرف ان الشغل ده مطرز. كمان عندهم هنا في الكوشنز دايما عاملين السوسته الجانبيه دي عشان حضرتك تفتحي تطلعي الكتله الفايبر اللي جوه وتغسليها باريحيه، ويكون كده برضو ده شغل مميز او مختلف. الاتنين فوتو قدام حضراتكم شيك جدا. كمان الترابيزه اشريف بتاعه الصالون تحفه قوي وعليها. ده يا جماعه دايما في الصالونات انا بشرح للناس تملي بقول ان احنا في الصالونات فرز اول وفرز تاني وفرز تالت زي الاوض بالظبط. هل دي النسخه الاصليه؟ الصالون اللي قدام حضرتك معاه بنكيت مجاني او مش مجاني، قطع اضافيه على الطقم، مش هديه ولا حاجه. يبقى الطقم مكون من 2 كنبه، كنبه 3 مقعد وكنبه 2 مقعد، والبنكيت اللي قدام سعادتك ده، والاتنين فوتيه شيك جدا التحفه اللي شبه الذوق الفرنساوي اللي قدام سعادتك دول. هات لهم القطعتين دول كده يا شريف. كنسورين دول يا جماعه برضو معروضين للبيع. كنسور اللي قدام حضرتك ده، البرواز اللي فوق بالقعده دي بالرخامه، سعره 11,000 جنيه. صوره واسال عليه. اما الترابيزه التلاتات اللي قدام حضرتك دي سعرها 9,000 جنيه، برضو صورها واتفرج عليها. بذكرك صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الصالون رقم 2 في موديلات اخر قطعه. باكد الشغل ده يا جماعه النسخه الاصليه منه، مش الفرزه الثانيه ولا الفرزه الثالثه. ده شغل فئه اولى من كل تفصيله حكايه. بمعنى هتلاقي اسفنج كثافه فئه اولى، هتلاقي اخشاب فئه اولى، هتلاقي دهانات، هتلاقي دايما الشريط بتاعهم اللي متقفل بيه الشغل راقي قوي. الصالون ده برضو تحفه. الناس اللي بتحب اللون الفاتح برشح لهم الصالون ده، حاجه في منتهى الشياكه مع الاتنين شيفيز دول. اتنين شيفيز دي الكنبه الكبيره قدام حضرتك. يبقى الكنبه الكبيره والكنبه الصغيره يا شريف اللي انا قاعد عليها كنبتين كوبي باست اخوات بالظبط، نفس التقفيل ونفس فكره التنجيد. وده بيناسب الناس اللي بتحب الذوق بقى الانجليزي، حاجات السيمبل. كمان الاتنين فوتيه بتوع الصالون تحفه قوي، بقيمهم امتياز بصراحه. فيهم دق، وفيهم حفر على الاخشاب، فيهم قماشه مشجره بتطريز عالي، فيهم الكرمه او الكابوتونيه اللي انتوا بتحبوهم، وبرده دق من فوق على الشغل زي ما حضراتكم شايفين. كمان ترابيزه الصالون حكايه جميله جدا، ترابيزه ممتازه اخده النظام البيضاوي والتنجيد،
والحفر كمان. الصالون ده يا جماعه رجله مميزه قوي، يعني لو بصينا في رجل الصالون كله يا استاذ شريف هتلاقي ان كل الرجل ماشيه كوبي باست على الصالون بالحفر الحلزوني اللي فيها ده. هتبقى منظر برضه شيك قوي وقوي قوي. سعر الصالون ده يا فندم فقط لا غير 43500، غير اللي قبله 42500. فكرهم بيها يا استاذ شريف، ده 42500. اما الابيض الفاتح سعره 43500 جنيه. بس لسه ما خلصناش الفيديو، بذكرك صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى عشان افرجك على صالون كمان داخل الفيديو ده، برضو للناس اللي بتحب الترندات. الموديل ده يا جماعه ناجح قوي، مصنع من الخامه البراند اليومين دول اسمها فوطه. الناس يعني بقول بالبلدي القماشه دي اسمها الفوطه، ناجحه قوي ومعمول منها صالونات كتير ومعمول منها انتريهات امريكان او مغلف كتير. صالون دلوع جدا مختلف، حاجته بسيطه قوي، ذوقه عالي مش بطال. ده مفارش زينه على الشغل، لكن البنكت بتاعه تحفه جدا. والكنبه الكبيره اخت الكنبه الصغيره كوبي باست، حاجه في منتهى الشياكه وذوقها عالي جدا. كمان الكوشنز معموله بحاجه مودرن، يعني لو الصالون نيو كلاسيك لكن معمول له كوشنز كده على الكنبتين هنا وهنا مودرن. مش عارف بقى يفضل الصالون بالطريقه دي نيو كلاسيك ولا يتقال عليه مودرن. في النهايه هو ذوقه جميل، عجباني قوي البنكته بتاعته يا شريف، تحفه قوي. والفوتيهات بتاعته هتعجبكم. وترابيزته بقيم يا جماعه الفيديو ده من نادرا لما بحط على شغل 9 من 10. ترابيزته برضه معموله بطريقه شيك جدا. سعر الصالون ده 42500 جنيه. حاولت افرجك داخل الفيديو على 3 صالونات حلوين باسعار نموذجيه. ما تشتريهمش من عندي مباشر، ولا تتصل تقول لي اشحن لي، ولا تكلمني تقول لي تعالى ابعتهم لي دمياط او انت جاي لي دمياط. لا، صورهم ودور عليهم في الفيديوهات الكبيره. ناس كتيره بتشتغل في الشغل الفئه اولى. اعرف قد ايه انا موفر لك لما ببيع لك الصالون اللي قدام حضرتك ده بسعر 42500. بسرعه بسرعه تقدر تشتري منتجاتنا عن طريق الحجز على حسابي الشخصي عبد اسامه الزيات في البنك الاهلي المصري، او ارقامنا ارقام المبادره في فودافون كاش 1500 جنيه بدلا من 55000 جنيه. يبقى انا استاهل تشوف الفيديو بتاعي. تعالى اما افرجك صالون زي اللي حضرتك شايفه ده، فئه اولى من قماش. ده الظهر الفوتيه، البوكيات التطريز دي يا جماعه معروفه، اقسم بالله عندي في بيتي حاجه فئه اولى دلوقتي في السوق، هي الترند ورقم واحد، زائد ان ذوقها جميل. الصالون ده يا جماعه سعره 55000 جنيه داخل جمهوريه مصر العربيه. صوروا واتفرج عليه، صوروا واتفرج عليه واعرف سعره كام قبل ما تشتريه من عندي. لو جينا نبص على الفوتيه هنلاقي الوش زي الظهر كده. سامحوني يا جماعه ان انا ازعجتكم بالصوت، ولكن حبيت اوريكم المنظر ده في الاتنين فوتيه. حاجه النظام الفرنساوي بقى واللون الشامبين، الدق اللي مش عايز وصف، القماش اللي ما تعرفش نوعه، كوجنز الظريف المختلف اللي فيه فتحه هنا عشان حضرتك تكوني مرتاحه جدا تفتحي منها كده، وبعدين تطلعي الجزء الداخلي اللي معمول عبوه بسهوله تطلع وبسهوله ترجع زي ما كانت. حاجه في منتهى الشياكه. الصالون معاه شازلونج اضافي زي ما انتم شايفين، ينفع لوحده قطعه شيك جدا داخل البيت، زائد ان الكنبتين بتوعه روعه. والترابيزه فكره جديده من الشغل يا جماعه، اللي صعب ان احنا بسهوله نقعد نشرحه لحضراتكم، لان العين بتحب الحاجه الجميله. دي منتجات مدينه دمياط يا جماعه، ودي اسعار الموبيليا الحقيقيه. قارنوها بالسوق، اقسم بالله الصالون ده بيتباع في الفاتوره في البيجيات الكبيره فوق ال50000 جنيه. ركز على التفاصيل يا استاذ شريف من اول الصالون لاخره، تفاصيل مختلفه وجميله. ظهر الكنبه مع الدوران والله لا املاها، حاجه ظريفه. وظهر الكنبه ده مع الدوران اللي جاي من اليمين للشمال كده، حاجه في منتهى الرقي برضه والشياكه، حاجه تحفه. ترابيزه الصالون بقيمها برضه تقييم عالي، عليها رخامه فاتحه بلون القماش، وعليها اللون الغامق برضه مع الدهان الشامبين مع الجناحين دول، تحفه جدا. وده كان الصالون الاولاني بفكركم سعره 45. لو جيت 45500 جنيه صالون مختلف وماشي كده يا جماعه ما اعرفش
وبحب التفاصيل الكتيره في الاخشاب، بتفكرني فكره ان احنا ناس مصنعين لمنتجات راقيه، حاجه والله يعني يا جماعه بصدق مش عارف ابدا اشرح ازاي. هو شغل كويس، وانا حابب فكره ان هو فئه اولى يعني. في من الشغل ده يا جماعه النهارده في ابريل 24 نفس الشغل ب 35 وفي ب 29 وفي، لكن ما فيش اعلى. اي حاجه اعلى تقدر ان انت تطلبه بباكج كده على بعضه، وتختار لونه وتختار تشطيب وتختار دهانه اللي زي ما انت شايف. تختار كيرمة هنا، تختار بلاسيه، تختار نعمل لك المشجره اللي في ظهر الفوتيهات. زي ما انتم شايفين يا جماعه شغل الله اكبر عليه، شغل محترم جدا. والصالون الكنبه الكبيره بتاعته راقيه في منتهى الرقي. ماتشنج القماشه المشجره مع الساده برضو تحفه، حفر تحت والحفر فوق، حاجه جميله. الاتنين شوفيز بقى او القطعتين الاضافيين بتوع الصالون ده من الحاجات اللي انا كعبده بحبها. بحس ان هم مفيدين، يعني بحس ان انا لو عندي ضيوف اكتر او عندي مناسبه شخصين هيقعدوا عليهم باريحيه، ده غير ذوقهم الجميل. خدماتنا بسرعه وانتم بتعيدوا النظر على الاتنين صالون بنقدم فيه مبادره تعالى دمياط. الموبيل يا جماعه بسعرها الحقيقي من داخل مدينه دمياط. كمان بنبدل عفش البيت القديم بعفش بيت جديد، او بنجدد لك عفش البيت اللي هو اوريدي عندك في البيت، بخلوا لك زي المنتجات دي. نفس الايدي العامله والحرفيين والمصنعين اللي صنعوا المنتجات دي هم اللي بيجددوا لك عفش البيت الاولى. اتفرج معايا على الفيديو ده، هتتفرج معايا على 3 موديلات صالون. موديل صالون بسعر 37,000 جنيه، وموديل صالون بسعر 39,000 جنيه، وموديل صالون بسعر 41,000 جنيه. الشغل فئات يا جماعة، بس هي ممكن طبعة جديدة، ممكن موديل بيزيد عن موديل شوية في التفاصيل أو في حفر على الخشب، أو في سعره في الدهان من تفاصيله أو من تكاليفه. ده اللي بيفرق ال3 موديلات عن بعض. لكن ال3 موديلات فئة أولى، مستوى أول، أسفنج ممتاز، تشطيب ممتاز. ومن الموديلات اللي حضراتكم بداتوا تعلموا موبيليا، او عايز اقول ان الموبيليا يا جماعه العين المجرده بتميز المنتج، هل ده فئه اولى او ده منتج شعبي او منتج متوسط الجوده. يعني ما ينفعش اجيب صالون خفيف او سعره قليل واقارنه بحاجه مثلا مستوى اول او تشطيب عالي او خشب راقي او قماش غالي. طبعا بيبان يعني. لكن صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قلبنا. وفي التعليقات حطوا لنا اشتراك يا جماعه على قناه اليوتيوب، حطوا لنا سبسكرايب، وحطوا لنا لايك. ادعمنا، احنا عندنا حلم المليون لايك، لان احنا المليون مشترك، لان احنا بنعلم الناس موبيليا وبنوري الناس تفاصيل الموبيليا، وبنحاول نقول دايما السعر على العام مهما ده كلفنا. الصالون اللي قدام حضراتكم في اللحظه دي صالون مميز جدا، كنبه كبيره وكنبه صغيره، 2 مقعد و3 مقعد. الموديل ده يا جماعه مش اول مره حضراتكم تشوفوه، معروض في السوق يمكن بقاله سنه واكتر من سنه، ولكن موديل راقي جدا محافظ على نفسه، تفاصيله البسيطه وبتكاته البسيطه. وسعر الصالون ده 36,000 جنيه. طبعا اتباع ب 45 وب 49 وب 44 وب 41، لكن سعره الحقيقي النهارده في مدينه دمياط سعر 36,000 جنيه. ركز في تفاصيل الخشب، وركز في تفاصيل الحفر عليه، وركز على شكل الدهان، وركز على تشطيب الفتيل على وش الشلته ده. وقول لي انت شفته قبل كده ولا لا، ولو شفته كان سعر الصالون كام؟ ما هي التكات البسيطه دي يا جماعه بتعرفني قد ايه الصالون ده قيم، او الصالون ده مصروف عليه. بكرر كلامي، سعر الصالون ده 36,000 جنيه. الاتنين فوتيه بتوعه في قمة الشياكة أو قمة الذوق. المنت جري أو اللون الأخضر المنت جري بدأ يسمع اليومين دول وبدأ يتطلب. طبعا تقدر تطلب المنتجات اللي حضرتك بتشوفها في مبادرة تعالى دمياط في أي وقت بأي ألوان تشطيب. المخدع بتاع الاتنين فوتيه برضه جميل جدا، وتحسه كده اخد الفخامه، يعني حاجه كده تحس ان فيها فخامه. الصالون زي ما قلت لحضراتكم 2 كنبه كبيره وصغيره و2 فوتيه، والبنكيت اللي قدام حضراتكم ده بالمنظر اللي انتوا شايفينه. بكرر تقدر تطلب باي لون.
تعالوا يا جماعه نشوف موديل كمان للصالون فئه 38,000 جنيه، واحكموا بنفسكم هل السعر ده غالي ولا قليل. تقدروا تصوروا المنتج وتعرضوه في اي مكان من اللي بيبيع الشغل المستوى الاول، تعرفوا سعره كام، وبعدها تقدروا تحددوا احنا بنبيع غالي ولا رخيص. والناس اللي بتتكلم علينا في السوق وبتقول نبطل نقول اسعار، احنا مش هنبطل نقول اسعار، هنفضل نحاول نحط قيمه مقابل سعر، هتحط فلوسك في منتج فعلا يساوي الفلوس دي. الصالون ده يا جماعه هاند ميد، التفاصيل دي كلها بوكيهات هاند ميد، وهي ترند برضو بقالها شويه في السوق بصرف النظر عن الرسمه، لكن هاند ميد صناعه يدويه، وتحس الخياطات عاليه بالمنظر ده. جنب الفوتيه او المخدع كله حفر برضه داير كده عليه، شكله ممتاز جدا وراقي، تفاصيل عاليه، حاجات بسيطه يا جماعه بتميز الصالون. الصالون دايما عنوان للفخامه. انا كعبده بحب الموديلات اللي فيها حفر على الموبيليا كبير، يعني بامانه وبصدق وباخلاص يا جماعه الصالون ده عاجبني قوي، يعني عاجبني فعلا، وسعره حلو وشغله حلو، تفاصيله كتيره وبسيطه، حاجات زي كده صغيره بتميز الشغل. كمان انا عبده بحب الموديل اللي يكون القطعه الاضافيه. جبت ترابيزته يا استاذ شريف، بحب دايما القطعه الاضافيه بتاعه اي صالون، او الصالون اللي انا بختاره تكون مفيده ليا. الصالون ده القطع الاضافيه بتاعته 2 شفيز، لكن في منتهى الفخامه، او فوتيهات صغيره بيبي كده بس في منتهى الفخامه، تحس ان هي بنت ناس في نفسها، تحس ان حاجه قيمه، يعني حاجه شيك، تري شيك كده قدامك. وفي نفس الوقت لو عندي ضيف او عندي اطفال صغيرين جايين لي مع ضيوف هيستفادوا منهم كويس. قيمه مقابل سعر. برشح الصالون ده لحضراتكم يا جماعه، انا حبيته، اللي قبله كان كويس وكويس جدا كمان بسعر 36,000. اما الترابيزه بتاعت الصالون ده فعجباني. لو ما حطيتش متابعه او اشتراك على القناه، حط اشتراك على القناه عشان انا ببيع الصالون ده ب 41,000 جنيه في مايو 2024. بس حضرتك تتفرج عليه كويس، وقبل ما تاخد قرارك تشتريه من عندي تتفضل تسأل عليه في السوق، وتشوف البراندات حاطه فيه سعر كام. صدقوني يا جماعه الشغل بيخرج في البراندات ده بيخرج من مصادرنا. ما احنا بنقول مبادره تعالى دمياط، انا عمري ما قلت في الفيديو مبادره تعالى للزيات، بقول مبادره تعالى دمياط، عايز الخير لبلدي. مشترك في المبادره بتاعتي 110 تاجر ومعرض ومصنع ونجار في مدينه دمياط، كلنا بنبيع الموبيليا بالسعر الحقيقي بتاعها زي ما تشوفوا في كل فيديوهاتنا. لو ما حطيتش اشتراك حط اشتراك. 2 كنبه بس، هنا القماشه في الكنبه الكبيره هي يعني مش عارف، فيها من القطيفه وفيها من الجلد المقلوب وفيها من الدريم وفيها لمعه كده غريبه وفيها طافيه الكتان، فقماشه يعني فيري جود، عجبتني جدا. واكيد برضو في منها كل الالوان اللي هتحبوها. جنب الشغل وش الشغل حاسس ان الصالون ده زي المركب، خصوصا ان الورده ماسكه من اول الشغل، من اول الكنبه ولفه لغايه اخر الكنبه كلها، فقيمه جدا. كمان من ضمن ال 41,000 جنيه الشيء ده يا جماعه تقدر تقول عليه مدخل، تقدر عليه تقول عليه بقيه الصالون، تقدر تقول عليه هديه الصالون. الترابيزه والاتنين كرسي دول من جوه الصالون يا جماعه، ومن جوه ال 41,000 جنيه. يعني تخيل حضرتك بتجيب الشكل ده مثلا عشان تطلبه من عندي انا فرداني، يقول لك 7-8 آلاف جنيه. الصالون ده يا شريف لازم يتصور من جنب كده ويبان الشغل اللي فيه، التحفه اللي فيه ده. ازاي بتشتري منتجاتنا في مبادره تعالى دمياط؟ طبعا ترابيزه الصالون تجنن، يعني ما شاء الله تبارك الله، حاجه الله اكبر. ازاي تشتري منتجات من مبادره تعالى دمياط؟ اما بتشرفني في مدينه دمياط، بتحرك معاك بنفسي بين 110 زي ما قلت لحضرتك معرض ومصنع. اللهم صل على النبي. تقدر تشتري من اي مكان في الدنيا عن طريق حجز المنتج اللي عاجبك في حسابنا على البنك الاهلي المصري او في فودافون كاش. ما تنسوش بنجدد الشغل القديم بنخليه جديد زي المنتجات اللي انتوا بتشوفوها، وبنعمل شغل العمولة بالمستوى المادي اللي يعجبك. الصالون اللي قدام عينك ده سعره 41,000 جنيه، وانت بتختم معايا الفيديو